السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في القناة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نتحدث عن موضوع جد مهم يتمحور حول الجانف أو سكوليوز أو اعوجاج العمود الفقري أو ضعف عضلات العمود الفقري. اليوم اخترت جزئية راح نتحدث عليها بشكل مفصل، اللي هي دور الحجامة في علاج مشاكل الظهر. أولا، الحجامة تدخل في إطار المكملات العلاجية. هو مكمل علاجي. مش معناتها مكمل علاجي معناتها يعاون. كيف يعاون؟ كيفاش يعاون؟ هذاك سنتعرف عليها من خلال هذا المباشر. الحاجة الأولى اللي هذيك يلزم تعرفوها: لعلاج مشاكل العمود الفقري يجب اتباع خطة علاجية بعد الفحص الكامل. الخطة العلاجية كما ذكرت هي ممارسة السباحة، ممارسة متابعة العلاج الفيزيائي، التمارين المنزلية، تغيير نمط الحياة من وضعية الجلوس والنوم إلى آخره. الحجامة فاش تساعدكم؟ أولا تنحي الفشلة، تزيد تدفق الدم، تنحي لكم كامل الشوائب الناجمة عن تشنج وتيبس المفاصل، تقضي على مشاكل البرد الموجودة في الظهر، وكذلك تزيد النشاط والمناعة، وتساهم كذلك في تقوية عضلات العمود الفقري. نطرح سؤال: هو شحال ندير من حجامة من خطرة في الشهر ولا في العام؟ ديروا خطرة في الشهر، كل خطرة في الشهر، بيسك هذه حجامة علاجية ويلزم نداوم عليها. وهناك مناطق معينة نديروا فيها الحجامة. مثلا إذا كانت عندك هذيك مشكل في الفقرات العنقية ولا عندك أرثروز، تدير في الجزء العلوي من العمود الفقري وعند الكتفين و في نهاية فقرات العنقية. كاين حالات اللي ما ننصحهمش باش يديروا الحجامة العادية. وش معناتها حجامة عادية؟ يعني اللي تجبد منها الدم. ننصحهم بالحجامة الجافة. هما اللي يكونوا عانوا من مرض فقر الدم، هذو ماشي مليحة ليهم الحجامة اللي تجبد الدم. من المستحسن يديروا الحجامة الجافة. كاين أيضا اللي ممنوع لهم الحجامة، اللي يكونوا يعانوا من نزلات البرد أو التهاب العضلات بشكل عام. يعني اللي يكون عنده قريب ولا هواء ولا برد لا أنصحه بالحجامة. هذاك يلزم عليه أولا يعالج هذا المشكل تاع البرد، يروح الحمام مريغة ولا يشرب أدوية ولا يستعمل هذيك مراهم طبيعية تساهم في العلاج. هذه هي. أضيف لكم أمر آخر، هو ضرورة الالتزام بجلسات الحجامة، لأنها جد 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 مفيدة، بالإضافة إلى أنها محفز. يعني كي ديروها خطرة في الشهر راح تساعدكم باش تكملوا العلاج الفيزيائي أو السباحة، لأن العلاج الفيزيائي والسباحة هو متعب جدا 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 جدا. بقيامكم بالحجامة راح تمدلكم نشاط أكثر، هو اللي يخليكم تكملوا هذوك الحصص وتكملوا المشوار. ثم ننصحكم كثيرا بعمل الحجامة، لكن عند اختصاصي تحكوا له كامل على المرضى تاعكم مع إظهار له التحاليل. وثاني نمدلكم نصيحة لأي واحد هذه خارجة عن إطار الحجامة، هي يلزم تكون عندكم فحص شامل للمرض تاعكم تاع سكوليوز، من تحاليل، أشعة، فحص إكلينيكي عند الكيني يشوف
مدى قوة أو ضعف العضلات ونسبة التوتر في العضلات، هكذا باش يمدلكم بروغرام اللي يوالم الحالة تاعكم الصحية. هذه هي، ماشي ديروا حاجة من راسكم باش تقدروا تستفادوا من العلاج اللي يوالم الحالة الصحية. وفي الأخير أتمنى لكم الشفاء العاجل، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.